ارحموا عزيزة قوم ذل. احنا ولاد ناس بس الدنيا جت علينا. احنا بنعمل كده مش احسن ما نعمل حاجة وحشة؟ فنانين اتجهوا للتيك توك عشان مش لاقيين ياكلوا من الفن، والدنيا دايسة عليهم. اخرهم كان فادي خفاجة، اللي كل الناس اتعاطفت معاه بعد ما طلع بفلن حمالات وبيشتم الوسط الفني وهاجم النقيب. حب الشهرة والفن ساعات بتخلي الفنانين والمشاهير يروحوا يدوروا على الناس عشان يسمعوا كلمات الشكر والإعجاب اللي متعودين عليها، فيخلي شعور الراحة والاطمئنان المهني والحياتي يبقى تمام ومظبوط عندهم، وبيخليهم يكملوا فيه ويدوروا على سكك ساعات بتكون غلط. وهو ده اللي حصل مع الفنانين اللي هنحكي عنهم في الفيديو بتاعنا. آخر فنان موهوب ظهر في تحديات التيك توك هو فادي خفاجة، اللي طلع بيتحسر على نفسه وعلى موهبته الكبيرة اللي ضاعت بسبب قلة الأعمال اللي بتجيله، واضطر يخش تحديات تيك توك ويقول كبسوا كبسوا علشان حد يعطف عليه ويبعت له أسد. وقعد كده فترة لحد ما ظهر واكتئب جدا من اللي عمله ومن قلبة الأيام عليه، وإنه كان فنان موهوب وكان تلميذ محمد صبحي شخصيا اللي ظهر معاه في يوميات ونيس. وبرغم كده اختفى، وفي وسط اللايف بتاعه أخوه دخل يهديه علشان شكله قدام الناس كان وحش ومش لطيف. راح زعق في أخوه وقال له انت أخويا نفعتني بإيه؟ ده انت مش عارف تدفع قسط عربيتك. تاني واحدة هي الفنانة مها أحمد اللي اختفت فجأة رغم انها كانت نجمة كبيرة وبيجيلها شغل كتير وأدوارها ناجحة. رغم كده اختفت والناس اتفاجئت بيها في تحديات التيك توك، وطلع بتقول كبسوا كبسوا برضو، وعملت مشكلة كبيرة مع زمايلها أحمد السقا وأمير كرارة، اللي طلعت وقالت إنهم مش واقفين جنبها ومحدش بيسأل عليها. وآخر أزمة تعرضت ليها لما الكروان مشاكل دخل شتمها وعايرها بمرض ابنها اللي من ذوي الهمم. فنانين الصف التاني والتالت كتير، منهم اللي سابوا الفن خالص واتجهوا يعملوا مع بعض تحديات تيك توك علشان أرباحه كتيرة، وبيقولوا إنهم بيعملوا كده علشان مفيش أي أدوار بتتقدم ليهم، وإن المنتجين والمخرجين مركزين مع الوجوه الجديدة الشابة اللي دايما مكسرين الدنيا بأفلامهم. رغم كل الكلام ده هما بيحسوا بقلة قيمة بعد ما بيقفلوا التحديات دي، وبيطلعوا تاني يقولوا للناس يبرروا موقفهم هما ليه بيعملوا كده، وبيتحججوا بالتزاماتهم الكتيرة وإن المعيشة صعبة ولازم يعيشوا في مستوى عالي، والفلوس بتيجي من لايفات التيك توك كتيرة، عشان كده هما اتجهوا لكده.